شوال مربوط بحبال كتيرة ومرمي في نص الترع. الحكاية بدأت عادية، لكن حاجة في الشوال شدت انتباهه. شكله كان محكم الربط بشكل غريب، كأن اللي عمل كده كان خايف على اللي جواه جدا. أول حاجة جت في باله إن الشوال فيه حاجة غالية أو كنز، وده خلاه ما يفكرش مرتين. نزل الترعة برجليه علشان يسحبه. المزارع بعد ما جاب الشوال للبر وفتحه اتصدم، كان جواه جثة. الحكاية بقت أغرب بكتير، وكل الناس في القرية بدأت تتكلم عن القصة دي. لكن ورا الجثة كان في حكاية طويلة بدأت قبل الشوال ما يظهر أصلا. حابب تعرف قصة عبير وصبري؟ خليك معانا في القصة الكاملة. في يوم من أيام سنة 2020، وفي قرية صغيرة في محافظة سوهاج، كان واحد من المزارعين ماشي جنب الترع بعد يوم شاق في الشغل. وهو ماشي لمحت عينه حاجة غريبة جدا، جثة. والأغرب من كده إن القصة اللي ورا الجثة دي، خلونا نرجع لورا شوية ونعرف إيه اللي عبير ست عندها 35 سنة، متجوزة من ابن عمها صبري اللي كان شغال مزارع باليومية. صبري كان راجل طيب لكنه بسيط جدا، عمره ما عرف يعني ايه طموح مادي، وده كان اكبر مشاكله مع عبير. عبير كانت بتحلم بحياة افخم، فلوس اكتر، وشكل اجتماعي افضل، لكن صبري كان دخله بسيط وشغله على قد حاله. فوق كده ما عندوش اي املاك او ميراث، فالمستقبل المادي كان مسدود من كل ناحية. من هنا بدأت عبير تحقد على ستات القرية اللي عايشين أفضل منها، وستاتهم دايما بيشتروا ذهب ولبس جديد، وهي حتى مش قادرة تعيش زيهم. الأمور ما كانتش بس مادية، العلاقة الزوجية كمان كانت فيها مشاكل بينها وبين جوزها. صبري كان بيشتغل طول اليوم، وده خلى وجوده في البيت قليل جدا. الموضوع زاد سوء بعد ما خلفوا بنتهم هاجر اللي كان عندها 5 سنين. طيب السؤال هنا، عبير ليه أصلا مستمرة في الجوازة دي؟ الحقيقة إن هي ما كانتش باختيارها، العيلتين ضغطوا عليهم علشان يتجوزوا بحكم إن هم قرايب شوية، والموضوع كان أشبه بصفقة أكتر من كونه زواج. عبير بقى ما قدرتش تتحمل إحساسها بالحرمان ده، وبدأت تخون صبري. صبري كان بره البيت أغلب الوقت، وعبير استغلت ده. بدأت تنزل السوق وتتعرف على الشباب. الموضوع موقفش عند الكلام بس، لا، في فترة قصيرة بيت صبري المحترم اتحول لبيت مليان تصرفات غلط. وعبير كانت بتستضيف الشباب فيه، ولأن الفلوس كانت نقطة ضعفها، عبير قررت تستغل الموقف ده. راحت واشترت ماكينة خياطة، ولما صبري سألها جابت فلوسها منين، قالت له إن هي ناوية تشتغل وتساعد في مصاريف البيت. صبري صدقها، لأنه كان شايفها بتتصرف كأنها فعلا بتشتغل. بفضل الخيانة والفلوس السهلة، عبير لأول مرة في حياتها لقيت نفسها ماسكة فلوس كتير في إيديها. لكن الغنى ده كان ليه تمن. أهل القرية بدأوا يلاحظوا الشباب اللي داخلة واللي طالعة وبيخرج من بيتها. الكلام اتنشر زي النار في الهشيم. في يوم جارهم اللي ساكن فوق قابل صبري بالصدفة، وقرر يواجهه بالكلام اللي شغال في القرية. قال له: صبري، الناس بتتكلم البيت عندك في حاجة غلط. الكلام وقع على صبري زي الصعقة. رجع البيت، عمل مواجهة مع عبير، حاولت تنكر، لكن نظراته كانت كلها شك. بدأ يراقبها ويشك في كل حركة. الوضع بينهم اتوتر جدا. صبري هنا بدأ يخطط، وفي ليلة دخل البيت فجأة من غير ما يدي أي إشارة أو إن هو جاي. تعالوا أقول لكم على تفاصيل أدق للقصة. بعد يومين جاره تانو بيوقفه: يا صبري، سامحني على الكلام ده، بس أنا شايف شباب داخلة وخارجة من بيتك لما بتكون في الشغل. مش هينفع أسكت ولا الناس راضية تسكت. المرة دي صبري ما قدرش يتجاهل الموضوع، ورجع البيت، ومع أول فرصة واجه عبير بالكلام ده. عبير ردت عليه بكل ثقة:
دول زباين بيجوا يشتروا هدوم حريمي علشان حريمهم. انا بساعد في مصاريف البيت، انت عارف اني بحاول اساعدك اصلا. لكن صبري ما اقتنعش. قال لها بغضب: ما يصحش رجالة غريبة تخش البيت وانا مش موجود. لو محتاجة تبيع هدوم بيعيها بره البيت علشان الناس تشوف. صبري قرر يغير نظام شغله ويشتغل نص يوم بس عشان يرجع البيت بدري يراقب الوضع بنفسه. عبير كانت حاسة ان الوضع بقى فيه مشاكل شوية بينها وبين جوزها. كلام الناس بقى كتير وصبري بدأ يشك، فقررت تعمل خطة جريئة عشان تتخلص من مراقبته ليها. راحت على الصيدلية واشتكت للصيدلي ان هي مش بتعرف تنام، وطلبت حبوب منومة. الصيدلي كتب ليها وصفة وعبير اشترتها وهي مبتسمة لأنها لقيت حل مريح. أما في اليوم اللي بعده، أول ما رجع صبري من الشغل، عبير حطت المنوم في كوب الشاي اللي بيشربه بعد الغداء. صبري شرب الشاي من هنا وما عادتش لحظات ونام نوم عميق. عبير استغلت الفرصة واتصلت بزباينها اللي بدأوا يجوا واحد ورا التاني. الأيام مرت لكن صبري بدأ يلاحظ حاجة غريبة. زمايله في الشغل بقوا ياخدوا جنب منه. لما كانوا بيتجمعوا للأكل كانوا بيقعدوا أو بيبعدوا عنه، وهو بعيد عنهم ما بيكلموهوش أو ما يتكلموش معاه. صبري فضل فاكر إن الموضوع بسبب إرهاقه في الشغل، لكن لما الأمور زادت قرر يواجهه. إيه يا جماعة، ليه كل ما آجي تقطعوا كلامكم؟ في حاجة. هنا واحد منهم ما استحملش وسأله في وشه: انت مش مكسوف من نفسك؟ مراتك بتجيب رجالة البيت حتى وانت موجود، ازاي بتسكت على الكلام ده؟ الكلام وقع على صبري زي الصعقة، وشه اتغير تماما وبدأ يشك في كل حاجة. بدأ يفكر: معقول يكون في حاجة في الشاي أو الأكل اللي بيخليني أنام بالشكل ده؟ في اليوم اللي بعده صبري رجع البيت زي كل يوم. عبير كانت مجهزة الغداء والشاي كالعادة، وحطت ليه المنوم في كوباية الشاي. لكن المرة دي كان عنده خطة تانية. عمل نفسه بياكل وبيشرب الشاي، لكن في الحقيقة ما قربش من الكوباية ولا حتى الأكل. أخد بعضه ودخل الأوضة زي عادته وعمل نفسه إن هو هينام. بعد حوالي نص ساعة صبري قرر يخرج من أوضته فجأة. أول ما فتح الباب اتصدم بالمشهد اللي قدامه. عبير كانت متلبسة مع الحاج أحمد اللي كان جارهم من بعيد. اللحظة دي كانت كفيلة إن هي تقلب الدنيا. الحاج أحمد بدأ يتوتر بشدة، وكل اللي كان في باله هو الفضيحة اللي ممكن تدمر سمعته. في لحظة عصيبة جدا مسك صبري من رقبته وبدأ يخنقه بكل قوته. صبري حاول يقاوم لكنه ما قدرش، وفي النهاية وقع ميت قدامه. عبير وقفت مذهولة من اللي حصل، لكنها بسرعة حاولت تستغل الموقف. بصت للحاج أحمد وقالت له: لو ما تخلصتش من الجثة هصوت وألم عليك الناس وأقول إنك كنت بتحاول تتهجم عليا. الكلام كان واضح وصريح. الحاج أحمد كان بين نارين: فضيحة أو جريمة. في لحظة غضب وجنون مسك عبير هي كمان وفضل يخنق فيها لحد ما بعد ما شاف الحاج أحمد نفسه مع جثتين قدامه قعد على الأرض مش قادر يستوعب إيه اللي حصل. بدأ يفكر في حل يخرجه من الكارثة دي. قرر إن هو يستعين بأقرب شخص يثق فيه، ابنه. كلمه وقال له: تعالى حالا، عندي مشكلة كبيرة ومحتاج مساعدتك. ابنه ما تأخرش لأنه كان معروف عنه ميوله الإجرامية واستعداده لأي حاجة. وصل ومعاه عربية نص نقل، وبدأوا في نقل الجثتين داخل شواليه. وهم شغالين في نقل الجثث فجأة ظهرت قدامهم هاجر، البنت الصغيرة، بنت صبري وعبير اللي عندها 5 سنين. البنت كانت بتبص عليهم من بعيد، عيونها مليانة خوف وحيرة. الحاج أحمد ما قدرش يمد إيده عليها، قال لابنه: ما نقدرش نقتل طفلة، هنخبيها في مخزن من المخازن اللي عندنا لحد ما نشوف هنعمل فيها ايه. بعد ما حملوا الجثث في العربية اتوجهوا لإحدى الترع القريبة. نزلوا الشوالين وملوهم حجارة علشان يتأكدوا إن هما هيغرقوا.
ركبوا مركب صغير ودخلوا بيه لنص الترع، وهناك رموا الشوالين في المية. لكن في سوء حظ كبير الحجارة في شوال عبير ما كانتش كافية. بعد ما الجثة بدأت تتحلل الشوال طفح على سطح. وفي الصبح بدري كان واحد من المزارعين ماشي جنب الترعة، فجأة لمح شوال غريب طافي على سطح. نزل بسرعة وسحبوا للبر، ولما فتحوا اتصدم بجثة سيدة عمرها تقريبا 30 سنة. المزارع مضيعش وقت، اتصل برجال الشرطة. خلال وقت قصير وصلت الشرطة ومعاهم رجال البحث الجنائي، وعملوا كردون حوالين المكان وبدأوا التحقيق. الفحص المبدئي كشف عن آثار خنق واضحة على رقبة الجثة، لكن مفيش أي علامات تانية بسبب حالة التحلل اللي وصلت ليها جثة عبير. كل حاجة بدأت لما والد عبير الراجل المسن اللي عايش في قرية بعيدة قدم بلاغ عن اختفاء بنته عبير وجوزها صبري. لما سألوه رجال الأمن ليه اتأخرت في البلاغ، قال إن هو مش بيكلمها كتير، لكن لما بقى ليها مدة طويلة ما شافهاش ولا سمع عنها، إلا خصوصا على حفيدته الصغيرة هاجر. رجال الشرطة هنا بدأوا البحث، ولما سألوا الجيران اكتشفوا إن عبير كانت مشهورة في المنطقة بتصرفاتها الغريبة. الناس قالوا إن البيت ده كان دايما مليان رجالة وشباب غريبة، وإن عبير وصبري اختفوا فجأة بعد ما كلام الفضايح بدأ يزيد عنه. الشبهات كلها كانت بتقول إن صبري اللي كان معروف عنه إنه عصبي ممكن يكون هو اللي قتل مراته وهرب. لكن لما الراجل لقي جثة عبير اللي هو المزارع ولقيها في الشوال في الترعة، كان السبب في ظهور الحقيقة. الشوال اللي كان جواه جثة سيدة وعمرها 30 سنة اتضح ان هي عبير. الجثة كان عليها آثار خنق زي ما قلنا، وكانت متحللة تماما. هنا رجال الأمن بدأوا يربطوا الخيوط: جثة عبير، اختفاء صبري، كلام الناس عن المشاكل اللي بينهم، السيناريو اللي كان في بالهم إن صبري هو اللي قتل عبير علشان المشاكل والخلافات وبعد كده هرب. وما فاتش وقت طويل وللأسف ظهر بلاغ تاني: جثة تانية طافية على سطح الترعة، لكن المرة دي كانت جثة طفلة صغيرة. رجال الأمن بدأوا يفحصوا الجثة واتضح إن هي بنت صغيرة عمرها حوالي 5 سنين. لما عرضوها على والد عبير انهار وقال: دي حفيدتي هاجر. الفحص الطبي كشف عن حقيقة صدمة: الطفلة اتعرضت لاعتداءات بشعة استمرت لفترة طويلة، والاعتداءات دي هي اللي اتسببت في وفاة. الشوالات والخيط الأول: الجثة كانت محطوطة في شوال من نوعية معينة خاصة جدا، نفس النوع اللي كان فيه جثة عبير. الشوالات كانت مميزة بختم غريب وحبالها، وده هو اللي ودى رجال الأمن الأول خيط قوي. النوع ده من الشوالات بيتعمل مخصوص لتاجر الخضار المعروف باسم الحاج أحمد. هنا رجال الأمن راحوا على مخازن الحاج أحمد، وهناك لقيوا كمية كبيرة من الشوالات بنفس الشكل وبنفس الرباط اللي كانت على الشوالات اللي ظهرت في الترع. اعترف الحاج أحمد أول ما شاف الأمن قدامه، عرف إن الموضوع انتهى. حاول ينكر في الأول، لكن بعد ضغط كبير اعترف بكل حاجة. قال إن هو كان متورط في الجريمة من الأول، لكن حاول يبرر تصرفاته بإن عبير هددته بالفضيحة. لكن الاعترافات ما وقفتش هنا. لما رجال الأمن استكملوا التحقيق معاه لقوا إن الحاج أحمد ما كانش لوحده في الجريمة. تحت ضغط الأسئلة اعترف إن ابنه هو اللي كان السبب في وفاة الطفلة هاجر. الحاج أحمد قال إنه لما شاف الطفلة بعد ما قتل صبري وعبير ما قدرش يقتلها، قرر يخبيها في مخزن من المخازن بتاعته. لكن ابنه اللي كان معروف عنه ميوله الإجرامية استغل وجود الطفلة واعتدى عليها أكتر من مرة لحد ما ماتت في ايديه. بعدها قرروا التخلص من الجثة بنفس الطريقة اللي تخلصوا بيها من صبري وعبير. التحقيق بقى كشف الحقيقة كلها، ورجال المعمل الجنائي ما سابوش أي تفصيل. بفحص الجثث لقيوا أنسجة تحت أظافر الطفلة، والأنسجة دي ما كانتش مطابقة للحاج أحمد، لكنها كانت مطابقة لابنه. تحت الضغط اعترف الابن بكل حاجة، والنهاية كانت الإعدام ليهم هم
الاتنين، واتقفلت القضية بحكم الإعدام. المحكمة حكمت على الحاج أحمد وابنه بالإعدام شنقا، وكل واحد في القرية شاهد النهاية والجريمة. والقصة خلصت، بس القصص لسه ما خلصتش. وكان معاكم عمرو